حسني مبارك على جرائم 30 عام. كل اللي الجماعه ركزوا عليه في حياتهم هو محاسبه محمد حسني مبارك على 18 يوم من عمر حكمه في مصر من 30 عام، اللي هي عمليه قتل الثوار في ميدان التحرير. اثنين، الدكتور محمد مرسي لما حب يجيب حق الثوار اللي كلنا نطالب بيه، غير النائب العام اللي هم وقفوا ضده وطلبوا بعوده عبد المجيد محمود، ورجع عبد الحميد محمود. الحاجه اللي انا عايز اقولها، اللي انا اشعره النهارده، هو دفع هذا مخطط لدفع العنف في مصر. هو المطلوب استدراج الاخوان المسلمين العنف، بس انا اعتقد ان تاريخ الاخوان المسلمين كله بيشهد طول عمرهم ما رفعوا السلاح في وش حد. واللي عنده حاجه واحده من 60 سنه ضد الاخوان المسلمين انهم رفعوا السلاح في وش حد يجيبها لنا. الاخوان المسلمين هو المرشد الوحيد بتاعهم. المرشد الثاني المستشار حسن الهضيبي هو اللي اخرج كتابه دعاة لا قضاة. نحن لا نرفع السلاح، نحن جماعه منظمه قويه، وهي دي مشكلتنا. عيبنا او مشكلتنا الوحيده ان احنا عرضنا انفسنا على الشعب المصري 5 مرات في 5 استحقاقات انتخابيه، وكل مره ننجح. فما عادش حل معانا غير ان احنا نتقتل في الشارع. اللي عندهم 22 مليون، شوف حضرتك خطه الطريق او خريطه الطريق اللي عرضها الفريق السيسي وخريطه الطريق اللي عرضها الدكتور محمد مرسي قبلها يومين، ما تفرقش ولا نقطه غير اقاله او ازاحه او عزل الدكتور محمد مرسي من المشهد. هذه هي المشكله. اذا لماذا الاختلاف؟ لانهم لا يبغون الدكتور محمد مرسي، لانه اراد ان يبعد العسكر عن الواجهه، عن الحياه السياسيه في مصر، والعسكر لن يبتعد عن الحياه السياسيه في مصر. هذه ليست حقيقه سيد الفاضل. ايه الاختلاف بين خط طريق وخط طريق يا استاذ محمد؟ انت سمعت خط طريق ده الاستاذ فريد السيسي؟ سيد الفاضل رد عليا بس في النقطه دي. العسكر لن يعودوا للسلطه. لا رد عليا في النقطه دي. سمعتها. ايه الفرق بين الاثنين؟ العسكر سيد الفاضل، العسكر جاوبني بس. سيد الفاضل، العسكر لن يعود للحكم مره اخرى، العسكر يرجع سكناته. ما هو لن يعود، احنا مش هنسمح له انه يعود. مش انتم لن نسمح له ان يعود. انتوا خلاص في الحياه السياسيه يا باشمهندس احمد دلوقتي الحريه والعداله والاخوان المسلمين على شفا حفره من النار. يا اخي كان غيرك سبق يا اخي، ان شاء الله كان غيرك سبق. الاخوان موجودين ما بنتوه والايام ستثبت بيننا. في اكثر من 80 عاما قد كسر في عام. ده وجهة نظرك حضرتك اللي انت شايفه كده، دي رؤية حضرتك شايفها. نحن شباب الثوره من طالب باسقاط حكم العسكر من واضح ان انت جبته النهارده وبترحبه في مجزره حتى ما ذكرتهاش ولا نخرج العسكر خروجا امنا. سيد محمد شعبان لو سمحت الاخوان المسلمون دعوا في اليوم للنزول الى الشارع في الايام المقبله، وغدا خصوصا غدا ردا على المذبحه التي تمت اليوم. ما هو موقفكم من ذلك؟ سيد الفاضل، ولينزلوا مسالمين ولم يقتلوا بعضهم البعض لكي يقول الجيش المصري قتلهم. يعني اليوم عندما طلبهم تخيل يا اخي، عندما يموت احدهم ويضرب بالرصاص لا يريدون ان يذهبوا به الى المستشفى، بل يذهبوا به الى مسجد ربعه العدويه لكي لا احد ينظر ولا يعرف من الذي قتل. الجيش المصري ليس لديه خرطوش. يا سيد الفاضل بالمناسبه تصحيح لمعلوماتك، لن يسمح بدفن احد الا بموافقه وزاره الصحه. لو سمحت سنذهب الى القاهره وسنعود. ينضم إلينا مباشرة من القاهرة مراسلنا تامر عز الدين. تامر، مساء الخير، وكيف تبدو الأمور الليلة غدة مقتل أكثر من 50 شخصا فجر اليوم؟ مساء النور خليل. يعني الآن ما زال الانقسام على حاله بعد البيان الذي خرج به المتحدث باسم القوات المسلحة وشرح ما حدث صباح اليوم وفقا للرؤية التي قدمتها القوات المسلحة. هذا لم يرضي التحالف الحماية شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي. قاموا بعقد مؤتمر صحفي فندوا ما قاله المتحدث العسكري، استعانوا بشهادات بعض من كانوا من سكان المنطقة نشرتها إحدى الصحف المصرية على أحد مواقعها، ثم قامت بإزالتها بعدها بقليل، ودعوا إلى مليونية الشهيد غدا حدادا على أرواح من سقطوا اليوم. وهم أكدوا أن هذه التظاهرات كانت سلمية، في حين أن المتحدث العسكري قال إن الجيش يحمي حرية التظاهرات وسلمية التظاهرات، إلا أنه كان هناك نية مبيتة للاعتداء، وكم الأسلحة الكبير الذي تم ضبطه مع من تم إيقافهم يدل على أن النية كانت مبيتة للهجوم على هؤلاء على قوات الجيش، بالإضافة للتصريحات الصادرة عن بعض قيادات جماعة حركة الإخوان المسلمين أو المتحالفين معها من التيارات الإسلامية المختلفة. على الجانب السياسي يعني اعتبر كان هذا زياد بهاء الدين سؤالي تامر،
عن الوضع السياسي. هل ستتواصل العملية كما أعلن عملية اختيار حكومة جديدة في ظل هذه الأوضاع؟ نعم، يعني الدكتور زياد بهاء الدين اعتذر عن تكليفه بالحكومة، وبالتالي جاري البحث عن رئيس وزراء آخر، ولكن حتى الآن هناك أنباء على أنه قد يخرج الليلة أو ربما على حد أقصى غدا إعلان دستوري يحدد الخطوات في خلال المرحلة الانتقالية. البعض تحدث عن تسريبات تقول إن الدستور سيكون أولا، بمعنى أنه يتم كتابة دستور جديد للبلاد ويستفتى عليه الشعب، ثم الانتخابات النيابية، وبعدها الانتخابات البرلمانية. مسودة الإعلان الدستوري رفضها حزب النور الذي قال إنه كان قد تم الاتفاق في الحوار الذي جرى بين القوى السياسية على بعض المواد، وألا يتم المساس بالمواد المتعلقة بالهوية الإسلامية لمصر، إلا أن الإعلان الدستوري المقترح أو المسودة التي أرسلت لهم لم تشتمل على هذه المواد، بل تم حذف عدد من المواد، وبالتالي هم لا يوافقون عليها. وصفوا تصرف الرئيس الانتقالي بأنه تصرف ديكتاتوري. هم علقوا وجمدوا التعامل مع الرئيس الانتقالي، وطرحوا مبادرة لتشكيل لجنة حكماء من أجل الوصول لخطوات واضحة لمصالحة وطنية لإنهاء الأزمة الحالية في مصر. نعم، من القاهرة مراسلنا تامر عز الدين، شكرا جزيلا لك، وابقى معنا، سأعود إليك ربما خلال هذه النشرة الخاصة. سيد أحمد سالم، ما هي السيناريوهات المطروحة الآن برأيك للخروج من هذه الأزمة؟ هو غياب العسكر على المشهد، هو ملهاش حل غير كده، لأن وجود العسكر في المشهد هيؤزم المشكلة، وهنعود إلى ما قبل 24 يناير، لأن العسكر هو جزء من نظام حسني مبارك. النهارده القضاء لكن العسكر هو جزء يضمن الأمن للبلاد، الأمن القومي. ولماذا لم يضمن هذا الأمن طوال عام مضى؟ ولماذا لم يضمن هذا الأمن طوال كان فين لما اتقتل ال 16 جندي بتوعه؟ الأستاذ محمد بيتهم بيهم الإخوان يعني، وكأنه شق عن ظهر الغيب يعني، هو علم ما لم يعلم به الأولون ولا الآخرون. كان فين الجيش في حفاظ الأمن القومي؟ ما بقى لنا النهارده سنة عندنا البلطجية في كل مكان. هذه عملية ممنهجة مرتبة، الهدف منها الانقضاض مرة أخرى وعودة النظام القديم. وسيثبت الأيام الأستاذ محمد اللي كان في يوم من الأيام وقف في حملة عسكر كاذبون، وبعدها وقف في حملة إخوان كاذبون، ومش عارفين بعد كده هيقف في حملة مين تاني كاذبون. القضية أن المبادئ لا تتجزأ. برأيك بالنسبة لدعوة الإخوان المسلمين غدا للتظاهر، هل كان من الأجدى الدعوة للجلوس إلى طاولة الحوار مثلا، عوض التنافس بحشد الصفوف من جهة ومن جهة أخرى؟ اعتقد ان الدكتور محمد مرسي قدم اكثر من 100 دعوه للحوار، مش دعوه واحده. المعارضه في مصر شغاله بنقول كده ايه بطريقه مركز الدفاع في الكره. مركز الدفاع ده مهمته هو تشتيت الكره ومنع الخصم من احراز الهدف. عشنا سنه كامله يرفضوا كل الحوار، ما فيش حد بيحط شروط مسبقه، واخر خطاب للرئيس وما اعلن فيه خطه الطريق طلب الناس الحوار ووضع برضه يعني زي ما طلبوا شيخ الازهر النهارده. هو اول المنسحبين اهو، يعني الازهر شيخ الازهر نفسه بخروجه واعتكافه ده انسحاب، لان بيعتبر العسكر انقلب عليه وانقلب على حزب النور وينقلب على الشباب، والايام ستثبت لهم هذا. هذه رده الى النظام القديم. سيد الفاضل، هذا الكلام مع احترامي لوجهه نظر الباشمهندس احمد، هذا الكلام غير صحيح بالمره. الدكتور مرسي عندما تقلد مقاليد الحكم في البلاد دعا كل الجبهات المعارضه للجلوس معه، فذهبوا للجلوس معه. جلس معه السيد حمدين صباحي، وجلس معه الدكتور البرادعي وعمرو موسى وكل القوى المعارضه في مصر. وخرج السيد حمدين صباحي من عند الدكتور برادعي مهنئا الشعب المصري أن الدكتور مرسي سيفعل كذا وكذا واطمئنوا. فإذا بيومين من الزمن يخرج بإعلان دستوري يشق البلاد، هو سبب كل ما يحدث إلى الآن، ويخرج بدستور على هويتهم ولم يشارك فيه الشعب المصري. هو مش من حقه يطلع إعلان دستور؟ سؤال بس. سؤال بسيط أفهمه. ماشي، طلع إعلان دستوري، بس ما هي مواد الإعلان الدستوري؟ أنت تحصل صلاحياته يعني صلاحياته يعني يطلع اعلان دستوري، من صلاحياته. ما هي المواد؟ ما هي بس سؤال. صلاحياته ولا مش صلاحيته؟ اوكي، صلاحياته لان ما فيش مجلس. طيب صلاحيته، بس انت تعمل لي في الاعلان الدستوري مواد تحصن نفسك وكانك اله على هذا البلد وتبعد القانون، تقول وانت تحلف اليمين على الحفاظ على الدستور والقانون، وانت اول واحد اسأت للدستور والقانون. تعالوا فماذا نجلس مع السيد الدكتور المعسول محمد مرسي؟ فهذا كله كلام هراء. اليوم فليخرج الاخوان المسلمين
المطالبين الى الشارع مره اخرى، وليخرجوا سلميين، ولم يخرجوا ليقتلوا بعضهم البعض ولا ليوجهوا صوب اسلحتهم صوب الجيش المصري. وانا من هنا اناشد الشعب المصري كله، الشعب المصري كله يقف خلف الجيش المصري. نحن في ازمه خطيره، نحن الجيش المصري قد باذن الله على هب التكسير مبدا الشرق الاوسط الكبير الذي تتزعمه امريكا. واليوم اوباما يحاسب في الكونجرس الامريكي على ما قدمه من دعم لجماعه محظوره، $1,500,000,000 يقدمهم بأي صفة يقدمهم أوباما لتمرير مشروع الشرق الأوسط الكبير. سيدي الفاضل، أنا لم أقاطعك، أنا لم أقاطعك، أنا بستفهم، مش وقت أقدم $1,500,000 للإخوان. بالفعل. ولماذا يحاسب أوباما اليوم في الكونجرس الأمريكي، وربما يعزل أوباما في الكونجرس الأمريكي اليوم؟ السيد الشعب المصري عليه الوقوف خلف الجيش، فنحن ضد مؤامرة كبيرة جدا على الانقضاض على الشعب المصري. فقد أضاعوا الثقافة المصرية. تعال بنا إلى وزير ثقافة يزيح كل الكفاءات في مصر وياتي بكفاءات لا نعلم من اين اتى بها. الشعب المصري اصبح من يوم وليله لا يعرف هويته الاسلاميه او العربيه. لكن ساعود الى القاهره حيث مراسلنا تامر عز الدين وهذا الخبر، حيث اعلنت مصادر في القاهره عن ان وزير الماليه المصري السابق سمير رضوان برز كمرشح محتمل لمنصب رئيس الوزراء المؤقت. ماذا عن هذا الخبر تامر؟ يعني هناك أنباء أنه هو المرشح التالي بعد أن فشل موضوع ترشيح الدكتور البردعي بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من أن يصبح رئيس الوزراء، ثم عادت الرئاسة وقالت إنه لم يتم تكليفه، وفي الواقع كان ذلك بسبب اعتراض حزب النور الذي اعترض بدوره على اختيار زياد بهاء الدين على اعتبار أن سواء الدكتور البردعي أو الدكتور زياد بهاء الدين ينتميان لجبهة الإنقاذ الوطني. هم كانوا يريدون شخصية مستقلة. الاسم الذي يبرز على الساحة الآن هو الدكتور سمير رضوان وزير المالية الذي شغل منصب وزير المالية في حكومة الدكتور كمال الجنزوري في عهد المجلس العسكري. لا توجد معلومات مؤكدة على أنه تم تكليفه بهذا المنصب أو أنه تم إبلاغه بالتكليف، وبالتالي لا نستطيع أن نؤكد إذا ما كان هو المرشح الحقيقي الآن أم أنه أفضل الأسماء المطروحة أو على قائمة الأسماء المطروحة حتى هذه اللحظة، وبالتالي لا توجد حتى ردود فعل على عملية اختيار الدكتور سمير رضوان. نعم، من القاهرة مراسلنا تامر عز الدين، شكرا جزيلا لك. كما أشكر ضيفاي هنا في الاستوديو سيد محمد شعبان عضو حركة تمرد، وكذلك سيد أحمد سالم عضو حزب الحرية والعدالة. وفي سياق متصل أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن أمريكا تشعر بقلق عميق من العنف المتزايد في مصر